بعد وفاة والدي، تزوجت والدتي مجدداً. ما حدث بعد ذلك كان شيئاً لم يكن في حساباتي أبداً، كارثة حقيقية. وأنا صغيرة، كانت أمي مدللة جداً. والدي كان يعاملها كأنها ملكة، لا تمسها أي مسؤولية. كانت تتمنى شيئاً فيصبح بين يديها قبل أن تطلبه. ممنوع علينا نحن الأولاد أن نرفع صوتنا عليها أو نظهر أي انزعاج. رأيت بعيني كيف كانت عماتي وخالاتي يعانين من مشاكل زوجية، بينما أمي كانت تعيش في عالم مختلف تماماً. أبي كان يحبها حباً أعمى، وأنا كنت أستغرب هذا الحب وأنا صغيرة. لكن مع الوقت أصبحت أتمنى فقط أن أتزوج من رجل يحبني ولو ربع هذا الحب. لكن الحياة ليست دائماً عادلة. في أحد الأيام طلبت أمي من والدي أن يبيع كل شيء: الأرض، البيت القديم، كل ما يملكه، ليشتروا شقة فاخرة في منطقة راقية. نجحت في إقناعه تماماً. باع كل شيء وحول كل المال إلى حسابها البنكي، وسجلت الشقة الجديدة باسمها وحدها. اشترت أثاثاً جديداً بالكامل، وكل شيء كما تريد هي بالضبط. لم أكن أستطيع الاعتراض كثيراً، فكل بنت تريد سعادة أمها. لكن كان هناك شيء مفرط في هذا كله. كنت أشعر بالاختناق، وأردت أن أقول لأبي: تمهل قليلاً، حاول أن تعترض أحياناً عندما تخطئ. لكنني لم أستطع أبداً أن أنطق بهذه الكلمات. استمرت الحياة هكذا حتى فاجأنا المرض بأبي. تعب فجأة وتدهورت صحته بسرعة. وهنا رأيت شيئاً مختلفاً. أمي رغم دلالها الزائد كانت تخاف عليه بشكل مرعب. لو استطاعت أن تأخذه ل3 أطباء في اليوم لفعلت. لم تنم الليالي، لم تترك جانبه لحظة. عرفت وقتها لماذا أحبها أبي بهذا الجنون، لأنها كانت تعيد له الحب بضعف ما يأخذ. كانت تعرف كيف تخرج ضحكته حتى في أصعب لحظات مرضه. كانت ذكية، جميلة، مهتمة بنفسها. في عمر 45 كانت تبدو في 30. كل من جلس معها انبهر بها. كانت تختار لنا ملابسنا، طعامنا، كل شيء. لكن بعد 4 سنوات من المعاناة توفي والدي، وبدأت مرحلة جديدة لم أكن مستعدة لها أبداً. بعد رحيل والدي ظننت أن الأمور ستستقر، لكن أمي فاجأتنا بقرار لم نتخيله يوماً، قرار هز حياتنا كلها. بعد وفاة والدي كانت كل الأصول باسم أمي. والدي وثق بها ثقة عمياء، وكانت أمينة بالفعل. أكملت تعليمي حتى صرت مهندسة، وأخي أصبح مدرساً للرياضيات كما حلم. ساعدته في شراء شقة صغيرة وتزوج من حبيبته. وبعد 2 سنين تقدم لي شخص مناسب وتزوجت أنا أيضاً. بدت الحياة وكأنها تعود إلى مسارها، لكن شيئاً بدأ يتغير. أمي أصبحت وحيدة. كنا نزورها في البداية، أنا كل أسبوع تقريباً، وأخي مع زوجته. لكن مع الوقت انشغل كل منا بحياته. أخي رزق بطفلين، وأنا رزقت بطفلين أيضاً. صار الوقت ضيقاً جداً. كنت بالكاد أستطيع إجراء مكالمة هاتفية قصيرة معها. كانت أمي تتألم بصمت، لكنها لا تشتكي. وفي الأيام التي كنا نزورها فيها كانت تعد لنا طعاماً كثيراً جداً وتستقبلنا بحفاوة، لكن الزيارات أصبحت نادرة. ثم بدأت تلاحظ أن اتصالاتها تقل. كانت تتصل بنا طوال الوقت، ثم فجأة هدأت. ظننا أنها تأقلمت، لكننا فوجئنا بخبر صادم: أمي تريد الزواج مجدداً. كان هذا أسوأ ما يمكن أن نسمعه. أنا وأخي اعترضنا بشدة. قلنا لها: هذا لا يجوز، ليس من حقك أن تتزوجي. هنا انفجرت لأول مرة في وجهينا. وقفت وقالت بصوت حاد: أنت وأخوك ليس لكما حق التحكم في حياتي. أنا أنفقت عليكما كما أوصى والدكما،
ولم أقصر في شيء، لكن أن تمنعوني من العيش؟ هذا لن يحدث. انقطعت العلاقة تماماً بيننا وبينها بعد أن عرفنا أنها تزوجت فعلاً. الرجل كان أصغر منها سناً، ذكياً ووسيماً، لكننا كنا خائفين عليه من ناحية المال. كل ما يملكه والدي كان باسمها، ولو أنفقت كل شيء ليس لنا أي حق قانوني. حاولنا إقناعها، لكنها لم تسمع. مرت سنتان، وفوجئت بها تطرق بابي. فتحت لها الباب ببرود. بعد سنتين، تذكرتينا؟ قالت لي: الواجب كان علي. ثم انهارت بالبكاء وحضنتني واعتذرت. أخبرتني أن الرجل طيب القلب وأنها تريد المصالحة. طلبت مني أن أتعرف عليه، وقالت إنه هو من شجعها على المجيء. كانت تقف سيارته بالأسفل، لكن رفض أخي التصالح كان شديداً. قال: لن أقبل أبداً أن يحل رجل غريب مكان والدي. تشويقة. الجزء الثاني. بالكاد بدأت الأمور تهدأ بيني وبين أمي، حتى جاءت ضربة جديدة من حيث لا أتوقع، من بيتي أنا. بعد صعوبة كبيرة بدأت أزور أمي من وقت لآخر بموافقة زوجي. كنت أحياناً آخذ معي ابني وبنتي. تعرفت على زوج أمي الجديد عن قرب. كان مهندساً محترماً يعمل في شركة كبيرة، خلوقاً ومهذباً. رأيته يعامل أمي بلطف واحترام، ويعاملنا نحن أيضاً بأدب. بدأت أقتنع أنها اختارت بشكل جيد، وصرت مبسوطة لسعادتها. لكن المشكلة لم تأتي من عندهم، جاءت من عندي أنا. في يوم من الأيام حدثت مشكلة كبيرة بيني وبين زوجي بسبب والدته. حماتي كانت قد جاءت لتسكن معنا بعد انهيار بيتها، ومنذ يومها الأول قلبت حياتي رأساً على عقب. تتدخل في كل شيء، في نومي، في طبخي، في تربية أولادي، في علاقتي بزوجي. كل شيء أصبح مشكلة. أنا بطبعي لا أحب التدخلات، لكنني كنت أحاول التحمل من أجل زوجي. كنت أشكو له بهدوء، لكنه كان دائما يقول: إذا كنت تحبيني فتحمليها ولا تزعليها. لكن الطامة الكبرى حدثت عندما عدت من العمل يوما متأخرة جدا، مرهقة لدرجة أني لم أستطع الوقوف على قدمي. نمت فورا دون أن أطبخ. فوجئت بحماتي تصرخ في وجهي: أين الغداء؟ أنا جائعة منذ الصباح. حاولت بهدوء أقول لها إنني تعبانة جدا، وإنها يمكن أن تأخذ أي شيء من الثلاجة، لكنها انفجرت: كيف تتجرئين على التحدث معي هكذا؟ أنت مجنونة! ثم اتصلت بابنها وأخبرته أنني شتمتها وأهنتها. زوجي جاء غاضبا دون أن يسأل أو يحقق. تصاعد الموقف، وفي النهاية طردني من البيت. أخذت أطفالي وحقيبة صغيرة من ملابسي وذهبت إلى أمي منهكة القلب. تشويقة الجزء الثالث. أمي استقبلتني بحضن دافئ، لكن كلماتها القادمة كانت ستحرك في قلبي مشاعر لم أعرف أنني أملكها. عندما وصلت إلى بيت أمي باكية منهكة، حضنتني بقوة. قالت لي: الحماة كانت غلطانة، وجوزك غلطان. خليكي عندي شهر أو شهرين ولا تقلقي. لازم يعرف قيمتك وما يرميكيش بسهولة أول مرة تتعكر الدنيا. كان كلامها منطقياً ومريحاً، لكن الأسابيع مرت، ومر شهر، ثم شهران. زوجي لم يتصل، لم يسأل عن أولاده، لم يرسل جنيها واحداً. كنت منهارة داخلياً، وكان زوج أمي حاضراً دائماً يراقبني من بعيد. في يوم من الأيام كنت جالسة في البلكونة حزينة جداً. دخل زوج أمي وتحدث معي بهدوء. قال إنه لاحظ حزني منذ فترة. انفجرت بالبكاء وأخبرته بكل شيء: كيف شعرت أن زوجي لم يحبني يوماً، وكيف أنني كنت فقط أقدره وأحترمه، لكنه لم يقدرني. قال لي كلاماً جميلاً: أنت تستحقين أفضل من هذا بكثير. أنت ذكية، متعلمة، جميلة. هو الخسران ليس أنت. من يومها بدأ يتحدث معي كل يوم. كلماته كانت تشبه المرهم لجرحي. أمي كانت تثق فينا،
ولم تمانع جلوسنا معا، لكنني بدأت ألاحظ أن مشاعري تتغير. كنت أسمع صوت زوجي وأنا في بيت أمي وكان يضايقني. ثم في يوم لم أغلق باب غرفتي جيداً ودخل زوج أمي فجأة. رأى حزني واقترب، وفي لحظة ضعف وحرمان عاطفي شديد حدث ما لم أكن أتخيله أبداً. لست فخورة بما حدث، لكن الحرمان قد يوصل الإنسان لمرحلة يفقد فيها السيطرة. عرفت وقتها أنني لا أستطيع العيش بدون زوجي، ليس لأنه مثالي، بل لأن الفراغ كان مؤلماً. لكن قبل أن أتمكن من ترتيب نفسي واتخاذ قرار بالعودة، حدثت الصدمة الحقيقية. تشويقة الجزء الرابع. قررت العودة إلى بيتي لأصلح الأمور، لكن ما رأيته هناك حطم كل شيء. بعد شهرين من العزلة عند أمي، قررت أن أتخذ خطوة شجاعة. سامحت نفسي على ضعف اللحظة الماضية، وقررت أن أعود إلى زوجي، ليس بالذل، بل لأتحدث معه كشخص بالغ. أردت أن أقول له: أنا مستعدة للعودة إذا كنا سنبدأ من جديد باحترام بدون تدخلات حماتك. جهزت نفسي نفسياً، وتركت الأولاد عند أمي مؤقتاً، وذهبت إلى شقتنا القديمة. كان قلبي يدق بسرعة. فتحت الباب بمفتاحي الخاص. سمعت أصواتاً من غرفة النوم. ظننت أن زوجي جالس مع صديق. دخلت بهدوء، وفوجئت بزوجي جالساً على الأريكة مع امرأة أخرى. كانت ترتدي ملابس منزلية وتضحك معه. توقف الزمن. نظر إلي ولم ينكر. قال ببرود: أنا اتجوزت من شهر، كنت هقولك بس انتي كنتي بعيدة. شعرت كأن الأرض انشقت من تحتي. كل ما مررت به خيانة أمي لوالدي؟ لا، هذا كان أسوأ. هذا كان خيانتي أنا. بكيت هناك، لكن ليس أمامه. خرجت بكرامتي. كنت أتمنى لو أنني لم أرى شيئاً. في الطريق إلى بيت أمي كان رأسي فارغاً تماماً. ماذا سأقول لأطفالي؟ ماذا سأقول لأمي التي كانت قد بدأت حياتها الجديدة؟ لكن عندما وصلت إلى باب أمي، سمعت صوتاً آخر من الداخل. كان زوج أمي يتحدث معها بصوت عال. كانا يتشاجران. دخلت فوجدت أمي تبكي. لأول مرة في حياتي أراها تبكي بهذا الشكل. سألتها: ماذا حدث؟ نظرت إلي بعينين محمرتين وقالت: هو كان بيستغلني يا بنتي. حبيته، لكنه كان يريد مالي فقط. اكتشفت أنه حول جزءاً من حسابي باسمه بدون علمي. سقطت على الكرسي. خيانة من كل اتجاه. زوجي خانني، وزوج أمي خانها. كل الرجال الذين أحببناهم اتضحوا أوهاماً. تشويقة الجزء الخامس. في لحظة واحدة انهار عالمي وعالم أمي، لكن ما حدث بعد ذلك كان أغرب من الخيال. جلست أنا وأمي في غرفتها، نبكي معاً لأول مرة كصديقتين وليس كأم وابنتها. قالت لي: سامحيني يا بنيتي، أنا كنت أنانية. تزوجت لأنني خفت من الوحدة، وخسرت كل شيء، حتى احترامي لنفسي. أمسكت بيدها وقلت: وأنا كمان، سامحيني لأنني حكمت عليك من قبل. كلنا نخطئ. في تلك الليلة اتخذنا قراراً أن نبدأ من الصفر. أمي ذهبت إلى محام لاسترداد أموالها. أنا ذهبت إلى محام للطلاق. كانت معركة قاسية، لكننا خضناها معاً. زوج أمي هرب بعد أن فضحت أمي أمره أمام عائلته. زوجي حاول العودة إلي بعد شهرين، لكنني رفضت. قلت له: أنت اخترت والدتك وامرأة أخرى، لا مكان لي في حياتك. تعلمت درساً قاسياً: الحب الأعمى لا يصنع سعادة دائمة. أبي أحب أمي بعمى، لكنه تركها بدون أساس متين من الاحترام المتبادل والمسؤولية. أنا كدت أكرر نفس الخطأ، لكن اليوم أنا وأمي نعيش في شقتين منفصلتين، لكننا نلتقي كل يوم تقريباً. أولادي يرون جدتهم سعيدة، وهي تساعدني في تربية حفيديها. بنيت حياتي من جديد، ليس بالاعتماد على رجل،
بل على نفسي أولاً. وأمي صارت أكثر حكمة، تقول لي دائماً: الحب شيء جميل، لكن لا تجعليه يسرق عقلك. النهاية. أما زوجي السابق، التقيت به صدفة بعد سنة. كان وحيداً، والدته توفيت، وزوجته الجديدة تركته. أراد العودة. ابتسمت وقلت: بعض الأشياء لا تتكرر. ثم مشيت بعيداً وأنا أشعر بحرية لم أشعر بها منذ طفولتي. أما زوج أمي، لم نسمع عنه شيئاً مرة أخرى، وكأنه كان مجرد كابوس مر بسرعة. وها أنا اليوم أكتب هذه القصة لأذكر نفسي: مهما كسرتك الحياة، يمكنك دائماً أن تلملم نفسك وأن تعيد البناء، هذه المرة على أسس من حب الذات أولاً. تنتهي القصة مع أمي وأنا جالستان على شرفة منزلنا الجديد، المتواضع لكن الآمن. تنظر إلي وتقول: لو كان أبوك يرانا الآن لكان حزيناً، لكني أعرف أنه سيكون فخوراً بنا في النهاية. أبتسم وأنا أعرف أنها محقة.